وبقول لها ايوه بغير، ايوه بغير، لا انا مرضان ولا انا بوبا ولا زايغ من عين الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. محمود حودة ربط عياك يا حبيبي. البني ادم من اول ما بيجي الدنيا وهو بيبقى فيه مناسبات كده، في حاجات بيبقى مجبر ان هو يحضرها وفي حاجات تانية بيحضرها باختياره. في الحقيقه الموضوع بيبتدي اصلا من قبل ما انت تيجي الدنيا اساسا، من مجرد ما انت كنت يا دوبك مجرد فكره في عقل اتنين كانوا عايزين يتجوزوا. ففي الحلقه دي احنا نتكلم فيها عن المناسبات كلها اللي ابتدت من ايام الحمل. اصلا زمان ما كانش في حاجه اسمها ان احنا نعرف نوع الجنين خالص، هو كان بيحصل التلقيح ما بين الاب والام، بعد كده يبتدي التلقيح من ام الاب وام الام. يعني تبتدي الحامه من دول كده تشوف مرات ابنها اللي هو دي مناخيرها كبيره هتخلف واد، هي مناخيرها مفرشحه قد كده باين. البنت موحشه، دي البنت الحامل دي وحشه، دي هتخلف بنت، اصل هي شكلها وحش، بقالها كتير مش شكلها مكعبر كده، هي البنت بتوحش امها، وما بنعرفش نوع الجنين خالص غير يوم الولاده. وسواء بقى اذا كان احنا شفنا ان الست كانت وحشه فجبنا لبس بنات وطلع ان ولد مثلا، فبنلبس الواد ده لبس بنات عادي، وساعات كمان كانوا بيختاروا له اسم بنت اصلا. وبتلاقي الحما اللي خمنت صح، اللي هو اللي فعلا طلع كانت مناخيرها كبيره وفعلا خلفت واد عامله انا قلت دي مناخير ما حدش يقدر يعيش معاها، اكيد كانت حامل في ولد طبعا. بعديها بشويه العلم اتطور وظهر موضوع السونار اللي هو انت بتعرف فيه نوع الجنين هو عباره عن ايه. ومن هنا الناس ابتدت تتحنك، والناس اتقسمت نوعين، في نوع ريحنا وريح نفسه وريح ولاده كلها، اختار اسم الدلع وقال لك خلاص انا اسمي لعيالي هم الاسامي دي وهدلعهم بالاسم ده وخلاص شكرا على كده. النوع التاني بقى اللي قرفنا وقرف اللي خلفونا وهيقرف ولاده معاه بعد كده، هو بيبقى مختار اسم وما بيعرفش عواقب الاسم اللي مختاره ده. يعني واحده مثلا نشوف لها درسين دين ولا فيديوهين اسلاميين تختار اسم فاطمه، مفيش حد هيندها فاطمه، كل الناس هتقول لها فاطمه وتقعد تقول لنا لا مش فاطمه، فاطمه مش خديجه مش عائشه، اسمه علي، اسمه عبد الله. او الناس اللي هي بتبتدي تحرف بقى الاسامي، يعني اسمهاش مريم، اسمها مريم، اسمها ميريم، ونقعد نلخبط. ما مريم موجود، ما اسمهاش نور ولا نورهان، اسمها نورسهان، اسمها نور خان، اسمها نورين، اتنين في بعض. بعدين بقى ظهر حاجه جديده دلوقتي على مجتمعنا وهي الجندر ريفيل. الجندر ريفيل ده هو الاب والام اللي هي اصلا بتبقى حامل يعني في الجنين ما بيعرفوش نوع. هل بنعرفه بعد كده؟ بنجيب حد بقى سواء اذا كان صديق العيله او حد من العيله، نقدر اللي خلفه يجي معانا السونار يعرف هو نوع الجنين، ولا تبقى عامله كده يعرف نوع الجنين. ومش بس كده، مش هيقولوا لنا في الاخر لا ده احنا هنخليه يعمل حفله كبيره، ولازم تبقى حفله كرييتيف علشان نعرف فيها نوع الجنين ونصوره ونحطه على السوشيال ميديا. فتلاقي بقى الجندر ريفيل بقى ايه، حاجه مثلا الاب بيشوط كوره، فاول ما تطلع دخان ازرق يبقى الواد، يجيبوا مثلا بينياتا والام تمسكها تفشخها ضربه، اول ما تنزل جليتر لونه بينك يعني دي المولوده نوعها بنت. غالبا بيتنبؤوا يعني بالدوميستيك فايلنس وبالعنف المنزلي اللي هيحصل لها بعد كده. ومن اول ما المولود بيتولد بيبتدي بقى يحضر مناسبات، واول مناسبه ليه بالنسبه له هي مناسبه السبوع. بصراحه يا جماعه انا مش فاهم طقس السبوع ده، في شويه حاجات كده وفي شويه حاجات بتحصل في ثقافتنا وفي ثقافات مختلفه، انا هحاول اشيرها معاكم. يعني بجد ايه موضوع ان يتحط العيل الصغير وتبتدي امه تعدي من فوقيه 7 مرات؟ يعني انا متخيل البي او في بتاع العيل الصغير كده اللي هو لا ما انا لسه جاي من هنا، لا مش قادر اشوف امي كده. وايه موضوع طقس بتاع ايدي الهون ده؟ اسمع كلام امك. ايه مش سامع؟ اسمع كلام ابوك. اسمع كلام مين؟ ما تسمعش كلام ابوك يا ولية، اسكتي شويه مش سامع. اسمع كلام ستك ام ابوك. مين يا ولية؟ بس بقى وطي صوت البتاع ده مش. وايه موضوع الملح اللي بيرشوه على الناس اللي جايه تزورهم دي؟ هما بيتبلوهم يا جدعان؟ وايه المشروب اللي اسمه المغاد ده؟ انت بتشرب سمنه بلدي، مشروب اصلا لونه بالظبط شبه لون اسهال العيل الصغير لسه مولود، وده مشروب رسمي في جميع السبوع. انا مش فاهم ليه، ما تعزمش عليا بيه، مش عايز اشرب انا. كيس السبوع بقى اللي بيتوزع ده المكونات بتاعته بتبقى غريبه قوي، يعني بتلاقي تحت كده في شويه تحت خالص في شويه هو مش حمص، هو قشر، في شويه قشر كده موجودين تحت.
بعد كده بتلاقي فيه فشار عمر ما اكلت فيه فشاره طازه. انا في فشاره داخله في بقي بقالها 6 سنين من سبوع حضرته مش عارف اطلعها، لازم اشيل ضرس العقل علشان تعرف تطلع معاه. وبيبقى فيه بونبوني من ارض انواع البونبوني، وبيبقى فيه شوكولاتايه كده، بيبقى فيه شوكولاتتين بصراحه، اللي هي بيبقى لونها ذهبي وفيها واحده لونها احمر وواحده تانية لونها اخضر. ايه الفرق اللي ما بينهم؟ واحده لونها احمر واحده لونها اخضر بس، مفيش فرق في الطعم، الاثنين طعمهم وحش. وساعات بيبقى فيه كارت كده محطوط جوه الكيس بيبقى موجود عليه بقى ايه شويه خفه دم بقى، يعني فصيله الدم شربات مكرر. العنوان عند بابا وماما. بعد كده ابتدت الناس تغير الموضوع ده وابتدوا يعملوا شويه حاجات يعني اقيم شويه، فبقوا يجيبوا 10 جنيه سواء اذا كانت مثلا فلوس سواء اذا كانت فيك او حقيقيه، ويبتدوا يعملوا عليها كده طبعه، يعني اللي هو زي الختم كده، تلاقي مثلا عليه حاجات اللي هو ايه ابويا كبر في وداني سمى وصلى وسماني اوليفيا طونيوس روماني. بس برضو لقوا ان في اوقات معينه الناس لا بقت تحتفظ بموضوع اللي هي الكروت اللي مليانه خفه دم دي، واوقات تانية بيبقى بصراحه الاوردر واقف على 10 جنيه. فانا اسف جدا يا اوليفيا بصراحه انا هاخد ال 10 جنيه بتاعت الاسبوع دي اديها للراجل بتاع الدليفري يعني. فابتدوا يعملوا شويه حاجات اكتر رمزيه، حاجات مش هتقدر تتصرف فيها. فمثلا تروح تلاقي ايه عامل لك طبق كده صغير، ما تفهمش الطبق ده مش هيشيل حاجه، بس الطبق ده مكتوب عليه اسمهم مثلا ياسر محمد عبد العليم، ويكتب لك تاريخ الميلاد. بعد كده ابتدوا يعملوا تمثال، بعد كده حته خشبه كده قرمه كده مكتوب برضو محفور عليها بالليزر اسم العيل الصغير. بعد كده اديك حته عقله من ابنه، خد دي عقله ابني بقى، دي عقله ابني عمر، علشان خلاص نعرف ان انت مش هتفرط في حاجه من عيالنا. في مناسبه بقى تانية انا بصراحه مش هقف عندها كتير ومش هتكلم عليها كتير يعني، او بصراحه هتكلم عليها كتير لانها ماتيريال جامده جدا، وهي مناسبه الطهور. انا مش فاهم ليه بجد ان احنا عاملين احتفال وعاملين ليله كبيره قوي وسيليبريشن كبير وبنحتفل ان احنا ابننا قطعنا والله بجد هو بيبقى يوم شقه، بيبقى يوم مش طبيعي. الواد يا عيني مريض وجريح وقاعد عامل كده، لا حد عارف يهزر معاه ولا حد عارف يشيله، وكل ما حد يلمسه يصرخ. يوم صعب جدا، في حاجه مقطوعه منه. عاملين احتفال ليه؟ بنحتفل بايه؟ المهم بقى ان في شويه حاجات كده خرافات هقول لكم عليها بمناسبه العيال الصغيره. في مناسبه الطهور دي في ثقافات معينه بتعمل ايه، بتاخد حته الجلده اللي هي اتقطعت لا مؤاخذه من المسائل دي وتحطها على كتف العيل الصغير من هنا، وتربطها بحته شاش او حته قماش عامل زي شرط الكابتنه كده، اللي هو ده كابتن العيال دي كلها. ليه بقى؟ ظنا منهم انها بتمنع الحسد. من مين؟ من واحده عندها البي، ودي اكيد حاجه محدش راجل فكر فيها ابدا. مفيش راجل قاعد كده فكر قال لك انا هعمل الفكره المريضه الغريبه دي. بعدين بقى في خرافه كمان بتتقال ان ما ينفعش واحد يدخل على واحده لسه والده وهو حالق دقنه او شايل في ايده كيس لحمه، او برضو واحده تدخل عندها لا مؤاخذه برضو ظروف، ما ينفعش. ليه بقى؟ ده ما هيعمل ايه في الواحده الست اللي لسه والده يعني؟ ده قال لك ان هو هينشف لا مؤاخذه اللبن اللي العيل الصغير بيشربه. فانا فكرت كده في اعلان لشركه نيدو. شركه نيدو بقى تركز معايا، خلي بالكم في افكار اعلانات ببلاش اهي. هنقول ان في واحده نايمه وجنبها الطفل بتاعها يوم ما ولدتها، بيدخل عليها اخوها وماسك في ايده وساحب في ايده مراته وماسك في ايده كيس لحمه. مره واحده بيدخل بتلاقي كلوز اب شوت على وش الراجل، اخوها تان تنزل تان على كيس اللحمه، بعد كده تان تلاقي بقعه كده. بعد كده مره واحده تلاقي حماتها مثلا ولا امها تقوم طالعه بكيس نيدو، ما تلاقيش حتى لو لبنك نشف عندنا لبن نيدو. والله فكره اعلان فجره. انا عرفت هم ليه ما بياخدونيش في الاعلانات، عشان انا دماغي مريضه. اعياد الميلاد بقى، احنا يا جماعه بجد فعلا مش لازم نعمل اعياد ميلاد للاطفال من سنه لحد سن 5 سنين. ما تعزمونيش يا جماعه على اعياد ميلاد عيالكم في السن ده كلها، لان هم لا عارفيني ولا عارفينك. العيال دي لو اتاخدت راحت اتربت عند حد تاني والله العظيم ما هيفتكروك. فما تعزمونيش يا عم، العيل اصلا مش مدرك مش فاهم. احنا نبتدي نعزم ناس ونعمل اعياد ميلاد من اول 5 سنين، ومن اول سن 5 سنين ممكن نمشيها سنه بسنه 6 7 8 لحد 10. من بعد 10 نبتدي ده 5 سنين يعني بعد ما عملنا له عيد ميلاده بعد 10 سنين نعمل له على 16 كمان مش 15. ليه؟ لان يكون طلع بطاقه فيبقى فيه مايلستون. بعد كده نسكيب 2 3 سنين نعملها له على 18 بقى قادر دلوقتي ان هو يتجوز او قادر ان هو يطلع رخصه. بعدين 21 بقى يقدر دلوقتي ياخد ميراث، بقى يقدر يورث. بعد 21 خلاص بقى حد يسأل قدام القانون. بعد كده ما نعملش بقى اعياد ميلاد خالص. بعد 21 سنه نبطل نعمل اعياد ميلاد تماما، لان في ناس متفخمه في اعياد الميلاد. بعدين في حاجه كمان مضايقانا قوي في موضوع اعياد الميلاد. هو من امتى يا جماعه؟ عشان الموضوع ده حصل مؤخرا وانا خايف ان هو يزيد في مجتمعنا. من امتى اغنيه ماجد الكدواني بتاعت اعلان وادي دجله من يا دوب لسه معدي 30، من امتى الاغنيه دي بقت اغنيه اعياد ميلاد؟ من طلع له شعره بيضه من يومين. انا اهو
طلع لي شعر خرا ابيض. خلاص بجد دي مش اغنيه خالص تتحمل في عيد الميلاد تعرفني فيها ان انا كبرت سنه. فكوكا يا جدعان، حد في عيد ميلادي اللي هيحط لي الاغنيه بتاعت مين يا دوب لسه معدي ال 30 دي انا هعمل اللي خلفوه بلوك. الخطوبه بقى، بصوا يا جماعه خلاص والله بجد يعني الف مبروك وربنا يتملكوا على خير، ويعني بالرفاء والبنين ان شاء الله. خلاص انا زهقت، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هاتوا باك دروب مكتوب عليها بيتر توجذر، هاتوا فوتوغرافر وفيديوجرافر يصوركوا فيديو، اقعدي على حجر واكتبي قرينا الفاتحه، تصوري الصوره الكرنج بتاعت اللي هو ايدك على صدره من هنا كده وهو حاطط بروش مكتوب عليه اسمك، تصوروا الصور الكرنج بتاعت اللي هي انتوا عاملين لنا بوكس او لا مؤاخذه عاملين لنا كده في الشاشه. البسوا فساتين وحشه جدا ولبسوا برضو العريس بتاعكم كرافته يبقى لونها نفس اللون الفستان الوحش، مش فارق معايا. خلاص انا زهقت. المهم ما تعزمونيش على اوتنج ب2000 جنيه في مكان سهر، بسيطه خالص. يا اما لو هتعزموني على حاجه زي كده تضمنوا لي ان انتوا لو ما كملتوش اخد اتليست 50% من المبلغ اللي انا دفعته. اصل انا اروح ادفع 2000 جنيه في مكان سهر؟ انا في مره دفعت 2000 جنيه شارب بيهم كلهم ريد بول، انا صاحي 6 ايام عامل كده. وبعدين الاماكن دي عمرها ما بتميك شور ان انت ال 2000 جنيه دول كلهم او المينيمم تشارج انت تخلصوا كله. في اقل واجب في بتاع 300 400 جنيه انت سايبهم كده لله وللوطن وعشان خاطر عيون العريس وفي خد العروسه. فبجد عايزين بجد نتخلص بقى من الموضوع ده في مجتمعنا وفي خطوباتنا. من الاخر الافراح وكاتب الكتاب، انا عملت حلقه كامله عن الافراح، بس خلاص انا هتكلم يا جماعه عشان انا زهقت، لان دلوقتي ما بقاش في فرح طبيعي خالص. يعني في شويه حاجات كده انا بقى عندي مشاكل معاها، من اول صور العريس والعروسه من وهم عيال صغيره اللي بتتحط على باب القاعه، انا لحد دلوقتي مش فاهمها ويا ريت حد يفهمهاني. يعني هم عرفوا بعض من هم صغيرين ولا ده جواز قاصرين ولا ايه؟ برضو انا مش فاهم. وبعدين خلينا بس كده نحط كده، يعني خلينا نحط كده اوت لاين ان مش كل الاطفال وهي صغيره كيوت. خلونا يا جماعه نعترف بالموضوع ده. حبيبتي وانت صغيره ما كنتيش حلوه والله، ولا وانت كبيره، انت بس الميك اب ظابط الدنيا وظابط معاك الاداء، وانت قالك كنت شنف وانت صغير. وبعدين انتوا ما خدتوش بالكم وانتوا بتعملوا البتاعه دي اللوحه دي، ما خدتوش بالكم من الخلفه يبقى شكلها ايه؟ ما راجعتوش نفسكم يعني؟ وليه دلوقتي الفرح بقى عباره عن فقرات؟ ما مش فرح بتبتدي من اول فقره كتب الكتاب بتاعه المأذون اللي بيعمل فيها ستاند اب كوميدي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف الخلق والنبيين والمرسلين. في حد هنا يا جماعه اول مره يتجوز؟ ها السلام عليكم. في حد اول مره هنا يتجوز؟ اول مره تتجوز؟ لفقره شعر من ابو العروسه وبقول لها ايوه بغير لا انا مرضان ولا انا بوبا ولا زايغ من عين الضي ولا حد احسن مني في شيء، بس بغير. في برضه تيدكس توك من اخت العريس كانت بتوضح لنا اهميه العريس في حياتها عامله ازاي، بس كل ده كوم. وفقره المونو دراما اللي بقى يعملها العريس دلوقتي كوم تاني خالص. الدخلات برضو دلوقتي ما بقاش في دخله عاديه، مفيش عروسه دلوقتي بتدخل كده مع ابوها او مع ولي امرها عادي العريس يستلمها ويعمل الفرح. لازم العروس تعمل حاجه بقى مختلفه، لازم تطلع لك من تحت الارض، تنزل بباراشوت من السما، ترسبون مره واحده كده بورتال جان زي بتاعه ريكان مورتي، مره واحده تلاقيها ظهرت في وشك. معلش برضو انا عندي سؤال برضو تاني، احنا ليه جايبين تنوره في الفرح؟ ليه في فقره تنوره؟ هو في افتتاح حاجه يا اخواتي؟ صحيح في افتتاح حاجه فعلا، بس خلاص تمام، التنوره فني شعبي مصري اصيل تمام. ليه بنجيب الدبكه السوري؟ ليه؟ فهموني، مش فاهمها والله العظيم. العروسه من طنطا والعريس من اول فيصل، مفيش حد فيكم خالص لا سوري ولا شامي ولا صج، كلكم بلدي. مفيش حد اصلا في فرقه التنوره سوري، جايبينه ليه؟ وتلاقيهم واقفين عمال يعمل يا عم انا مش عارف ارقص معاك، انا مش ما بعرفش ارقص ده، وانت عمال انت في ايدك حاجه انا مش في ايدي حاجه، وليه كلنا عمالين بنحاول ان احنا نرقص اللي هي الرقصه اللي هي بتاعت الرجل دي؟ انا مش عارف، مش فاهمها والله العظيم 3 مش فاهمها ومش عارفها. انا في واحد صاحبي خبطني في الضبة 5 مرات واحنا بنحاول نرقص الرقصه دي، وايه كل شويه نطو يا عم فكك. واخد بالي برضو مؤخرا ان في كده جيل طالع ما بقاش يعرف يزغرط خلاص. الانسيسترز بتوعنا جدودنا ما بقوش يعلموا البنات الصغيره دلوقتي ان هم يزغرطوا، استبدلوها بالوو وو. انا متحمسه قوي يا عروسه وو. واحنا برضو امتى هنتخلص من موضوع المجامله بتاعه الصحاب في الفرح؟
امتى هنبطل لا مؤاخذه يعني يعني طب هو بيتجوز وده اخوه، انا صاحبه، انا مالي؟ لا ما انت مش مصاحب، خلاص مش انت قريت فاتحه يبقى تتجام يا عم، انا مالي يا عم. وايه بجد والله العظيم 3، انا اكتر فقره بحبها في الفرح كله هي فقره البوفيه، بعشقها. بس جربعه ما بتجربعش، انا عمري ما هجري ولا هزاحم مع حد، انا هقف في الطابور كراجل محترم مواطن صالح محترم جاي ياكل ويمشي. بس يا دوبك عبال ما بوصل لمرحله الاكل بقى اللي هي بعد بقى موضوع السلطات وشويه الحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه دي، انا بلاقي حلمي بيتلاشى. انا بلاقي واحد محمل عجل كده على الطبق بتاعه ومزرعه دواجن وماشي، راح بيها فين دي يا باشا؟ مناسبه العزا بقى للاسف انا مش هقعد اهزر فيها، لان كفايه الهزار اللي بيحصل فيها بصراحه. اكتر افيهات بتضحك في الدنيا واكتر ناس دمها خفيف في الدنيا بيحصل في العزا، وبيحصل كده. واخر مناسبه هي ان انت وصلت لحد هنا دلوقتي، فبالمناسبه دي اعمل لايك واعمل سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب للقناه، واكتب تحت في الكومنتس حابب نتكلم على ايه الحلقات اللي جايه. اعمل برضو فولو على الانستجرام وعلى التيك توك علشان في محتوى عبيط ومتخلف هناك بجد، انا مش قادر اقول لكم عليه، بس الناس اللي عامله فولو هناك هي اللي تقدر تتكلم يعني. بس ان شاء الله باذن الله في اخبار حلوه. احنا الحمد لله يا جماعه قربنا خلاص على 50,000 سبسكرايبر. انا مش متخيل، مش مصدق الرقم ده. عايز اشكر من اول واحد عمل سبسكرايب لحد السبسكرايبر رقم 50,000. ان شاء الله نعمل سيليبريشن، مش عارف هنعمله ازاي، بس يعني ان شاء الله باذن الله نوصل لحد ال 100,000 سبسكرايبر. واحنا لسه على العهد، الناس بتفضل متفرجه لحد الاخر. كلمه السر هي الدرع الذهبي، مش عارف ليه، بس انا عايز بصراحه نفسي اوصل لان انا اشيل صوره كده من ورا من السيت اب ده واحط صوره الدرع الذهبي اللي هو بيجي بعد قد ايه والله العظيم 3 مش عارف، بس نفسي فيه يا جدعان، نفسي في الدرع الذهبي. ايه يعني، ايه المشكله يعني؟ بس ما انا خلصت، كنت معاكم انا محمود النجار، وده كان هم يضحك. ويخلي بالكم من نفسكم، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه، سلام عليكم.